اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى. نتمنى تكونوا بالف خير. اليوم جيتكم في حلقه جديده من وصفات سناء كناني باش نقدم لكم واحد لي بريوش اللي كنديروهم باللوز كيجيو رائعين، والكيك فينونسي اللي كيجي اكثر من رائع. وطلبوا مني بزاف المتتبعات الانستغرام وقلت علاش لا ما نشاركوش معاكم على اليوتيوب باش تبقى عندكم الوصفه مسجله. البريوش ديالنا ها هو كيجي مفشفش وكيجي غزال ورطب، يا كديروه للفطور يا كديروه للكوتي. وإلا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش بارطاجيوها على مواقع التواصل الاجتماعي وديروا لي جيم وشي تعليق زوين من عندكم. ونبداو هنا مع المقادير. غادي نحتاجوا نص كيلو ديال الطحين، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر. الحليب غتحتاجوا ما بين 160 حتى 200 ملل ديال الحليب. وكيبقى لكم الطحين الا كان كيشرب هو العجينه ديالو. انا نوري لكم كي كتجي. غادي تزيدوا الحليب ديك الساعه. غنحتاجوا جوج البيضات. الخميره كتبقى على حسب الطقس، واش الجو عندكم بارد الا كان بارد خصكم تزيدوا الخميره. هنايا عندنا روح الفانيلا، معلقه كبيره عامره ديال الزبده والملحه. كنديروا السكر سنيده مع الخميره، كنديروا غير شويه من داك القياس اللي عندنا. كنزيدوا عليه الحليب اللي كيكون دافي، ضروري ما يكون الحليب دافي باش كتتفاعل لنا الخميره مع السكر سنيده. وكنخلطوها ونخليوها جانبا باش تفاعل لينا. في نفس الوقت نجيبوا خلاط ولا عجانه ولا اللي عندكم متوفر، ولا ما عندكمش غادي ديروا بانيو ولا قصريه تعجنوا فيها. غنديروا فيها الحليب، البيض، الزيت، السكر سنيده ومستخلص الفانيلا او سكر الفانيلا اللي عندكم متوفر. غادي نخلطوا المقادير كامله وغادي نزيدوا نخلطوا داك الخميره اللي درنا تفاعلت مع السكر. غادي نزيدوها على الخليط بعد ما كنشوفوها طلعت لينا، وكنزيدوا عليه الطحين. وكندير انا كلشي هنايا انا درتهم في الترموميكس يتعجنوا. نتوما اللي ما متوفرش لكم خلاص راه غادي تعجنوا كما قلت لكم في بانيو ولا في قصريه، اي حاجه عندكم تسهل عليكم الخدمه. راه هما دغيا كيتعجنوا وكيتخلطوا بالزربه. صافي انا درتو هنايا، درتو يتعجن لمده 6 ديال الدقائق كما كتشوفوا ونص. وهنا غادي ندوزو نوجدوا اللوز، العقده ديال اللوز اللي درت فوق منهم. كنحتاجوا ل 60 غرام ديال بودره اللوز، بيضه واحده. كنحتاجوا 2 معالق كبار ديال الزبده و50 غرام ديال السكر كلاصي، معلقه كبيره ديال الماء وروح الفانيلا، هذاك مستخلص الفانيلا ولا سكر الفانيلا. وتقدروا ديروا الروح ديال اللوز كيبقى لكم اختياري. والملحه بطبيعه الحال ضروري، من ديك المليحه كتبدل لنا داك العقده. صافي وغادي نخلطوا وغادي نخلي لكم المقادير كلها في صندوق الوصف باش يسهل عليكم الخدمه. تيسهل حتى فاش كتبغيو ديروا الوصفه كتسهل عليكم. صافي غادي نخلط، غادي ندوب شويه داك الزبده، غادي ندير مستخلص الفانيلا كما شفتوا. كنخلط كلشي العناصر دقه وحده اللي فتيت معاكم واللي شفتوا معايا، كنخلطهم كاملين في زلافه ولا في اللي عندكم. صافي وغادي نزيدو داك الزبده وغادي نخلطوا الخليط مزيان حتى تنسجم لنا وكيولي لنا داك اللوز منسجم مع الزبده ومع البيض ومع السكر كلاصي، كيولي خليط متجانس. صافي غادي نخلطوه بهذه الطريقه هذه بأون بتيت فوي، يعني اللي غادي تخلط فوي صغيره طراب يدوي. غادي نخلطوه به كما قلت لكم حتى تنسجم لنا العناصر وكنخليوه جانبا. هنايا بالنسبه للعجينه هي تعجنات، غادي نحيدوها، غادي نديروها في بانيو حتى تضاعف الحجم ديالها. شوفوا العجينه كي كتجي شاده في راسها، ماشي زعما كتجي خفيفه بزاف، المهم ما بين وما كتجيش قاصحه، هي تكون شاده في راسها وداكشي باش ما كتعذبناش. هنا بعد ما ضعفت لنا العجينه ديالنا، ضعف الحجم ديالها وخمرات، انا كنصاوبها هنايا كويرات على حسب القياس اللي بغيتو. حاولوا ما ديروهمش كبارين حيت هاد البريوش كيتنفخوا، يعني حاولوا ديروا كويرات صغار. يلا يجي لكم القياس هو هذاك اللي بغيتو. صافي وكنشدو كاس كنديروه في الطحين وكنبقاو نطبعوا به وسط العجين، وفي الاخير كنبقاو نبركو بصبيعاتنا كما كتشوفوا باش كنزيدو نغرقوها، حيت البريوش راكم كيما عارفين دغيا كيتنفخ ودغيا كيفيض لينا. غادي ندهنوهم باصفر البيض ولا بيضه كامله، وكنديروا معها شويه الخل باش كتحيد ديك الزفوره ديال البيض. كندهنوا هادو البريوش كاملين اللي عندنا. انا راه خرج ليا تبارك الله الخير والبركه. وكندير ديك العقده ديال اللوز كنديرها في شي بوشيت وكنديرها في الوسط فداك اللي تقبت بالكاس. كنجيبوا اللوز، هنايا انا عندي لوز كونكاسي مهرمش، نتوما ما عندكمش غادي ديروا لوز ايفيلي اللي متوفر لكم غادي تخدموا به. انا بالنسبه لي حتى بودره اللوز ما درتش ديك اللي كتباع، هي طحنت اللوز كما كنقول لكم في كل مره. ها هو دابا البريوش ديالنا غادي نخليوه يرتاح شي شويه، وعاد غادي ندخلوه للفران. كنشعلوا عليه من التحت ومن الفوق. انا عندي الفرفاره كنشعلها، اللي ما عندوش ماشي ضروريه. كنديروا على 160 درجه كيطيب، وراه ما كياخذش من الطياب بزاف. ها هو البريوش ديالنا بعد ما طاب، ها هو شوفوا كيجي الشكل ديالو من الداخل، كيجي رائع وريحته طالعه يا سلام. وكيجي فيه واحد المذاق ديال داك اللوز كيجي زوين. انا بعدا راني كليت منه وهو سخون كيعجبني، واخا يخرج لكم شي شويه ولا هذا ما تخافوش منه عادي. هنايا بالنسبه لي غادي لا غوسيت ديال الكيك فينونسي اللي غادي نحتاجو
120 غرام ديال الزبده، 120 غرام ديال بودره اللوز، 170 غرام ديال السكر كلاصي، مستخلص الفانيلا، 60 غرام ديال الطحين والبيض 170 غرام كنعبروا ديال بياض البيض. اول حاجه كنبداو بها في هذه الوصفه اننا ندوبوا الزبده وتولي لنا نوازيط، ان هذه هي ضروري تولي لونها بندقي، داكشي كنقول لها بوغ نوازيط صافي. وكنخليوها عندكم. تصفيت لكم انا هنايا راه درت الكميه مضاعفه، نتوما انا عطيتكم المقادير ديال نصف الكميه باش ما يجيكمش كثارين. بالنسبه للمبتدئات هنا ضروري من الزبده خاصكم تصفيوها باش كيتحيدوا من داك الحبيبات وداك الشيء اللي كيبقاو. والزبده علاش كنديروا لها هاد البوغنوازات، كتحيد داك الماء اللي فيها وداك الحليب اللي فيها وداك الشيء كله كيتشرب وكتبقى لنا هي ليدام. هنايا كنطرب داك الابيض البيض كنطربوا مع سكر كلاصي، كتطربوه مزيان ضروري من هذه المرحله. وكما قلت لكم الزبده ضروري خصها تكون دافيه، ما تكونش سخونه باش ما كطيب لنا لا بيض لا والو، ما كنلقاوش معاها مشاكل. هنايا بعد ما طربت البيض والسكر وكنزيد كنبقى ندير السكر على دفعات، زدت مستخلص الفانيلا، ما تقدروا تعوضوه بسكر الفانيلا كيبقى لكم الاختيار. هنا بودره اللوز كما كتشوفوا راه هي كما قلت لكم انا عندي هي اللوز في الدار كنشدوه وكنطحنوه، تقدروا نتوما تاخذوه من عند ملوازم الحلويات وتقدروا تصايبوه حتى البودره اللوز العاديه البيضاء راه كتصاوب في الدار. دابا نشارك معكم ان شاء الله الوصفه ديالها لاحقا، حيت باقي بزاف الوصفات باغا نشاركهم معكم، ولكن راكم عارفين كل مره كنلوح لكم وصفه اللي درتها اللي وجدتها كنبارطاجيها معكم. صافي كنبقى نخلط هذاك اللوز مع البيض وكنخلي الزبده هي اخر مرحله. كنزيدوا عليها الطحين 60 غرام ديال الطحين. كما كتشوفوا الكيك فينونسي ما كيكونش فيه الدقيق بزاف، هذا هو القياس اللي كيكون فيه، وما يمكنليش نعبر لكم بيان سور بكاز العنبه، يعني كنعبر لكم بالميزان. صافي غادي نطرب مزيان وغادي ندير في الاخير ديك الزبده من بعد ما باش تشوفوا البيض طرب لكم وتدخلت وتنسجمات العناصر، غادي نزيدوا ديك الزبده ديالنا المذوبه. صافي الزبده وكنبقاو ندخلوا حتى تنسجم لنا العناصر كامله. عرفتي هاد الكيك فينونسي كيجي رطب وما كاينش شي واحد غيذوقوا عندكم وما غاديش يعجبو، كونوا متاكدين، وكيجي احسن من ديال المحلات اللي كتشريو من برا، عرفتي كيجي رائع عن صدق. هنايا كنزيدوا ليه الفيرميسيل شوكولا اللي كتبقى اختياريه، ولكن في نفس الوقت كتعطيه واحد البنه لداك الكيك، كتعطي بنه رائعه. انا بعدا كيعجبني بهذا الفيرميسيل شوكولا. صافي غادي نخلط مزيان وغادي نجيب مول ديال السيليكون اللي غادي ندهنو بالزبده وديروا فيه الطحين وعاد نديروه فيه. ربما يكون المول ديالكم يعني ما كتعرفوش بعد المرات واش المول كيلصق ولا واخا يكون من نوعيه ممتازه. بالنسبه لي انا درت هنا في الكاس، ما عندكمش نتوما هذا الكاس هذا ديال اللي كنديروا به، غادي ديروه بمغرفه وغادي تضربوه مزيان وغادي تدخلوه للفران. هذا الكيك فينونسي كيحتاج 12 دقيقه ديال الطياب في الفران، لا اكثر ولا اقل. وكان انا كنشعل عليه من التحت ومن الفوق دقه واحده. كندير الفرفره، اللي ما عندوش فرفره غادي يستعمل الفران عادي ما كاينش مشكل. ها هو دابا انا خرجته في الفران، هذا هو الشكل ديالو بعد ما كيخرج. شوفوا دغيا كيخرج لنا ساهل من السيليكون، يعني كيخرج لنا هذا. وضروري من المول ديال السيليكون هو اللي كيجي فيه هذا الفينونسي وكيجي رائع. انا بالنسبه لي هنايا تقدروا يعني تستغناو على الزينه، راه هكا راه كيجي رائع. ولكن الا بغيتو تزيدوا تزينوه انا غدرت ليه الشكلاط، ذوبته ودرتو في بوشيط ودرت عليه من الفوق زوقته، وكيبقى لكم تزيين اختياري كما العاده. وبالصحه والراحه، والى الحلقه القادمه ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده بحول الله. وما تنساونيش من لايك وابوني بالنسبه للناس الجداد، ومرحبا بكم في قناتكم، وما تنساونيش من البارطاج.